ورجعنا لكم مشاهدينا في الجزء الاخير من برنامجكم صباحكم مبروك، ودائما على قناتكم تيلي ماروك. التحقت بنا اكرام، صباح الخير. صباح الخير مروان، صباح الخير حميده وعلى جميع المشاهدين. التحقت بنا ايضا غنيه، صباح الالوان. صباح النور عليكم جميعا وعلى المشاهدين. يلا غني، وغادي نبداو معك هذا الجزء من البرنامج، وبغيت نشوفك شنو وجدتي لنا في الفقره ديالك الوان. اليوم وجدت لكم واحد الفنان تشكيلي شاب. هذا الفنان نقدروا نعتبروه عصامي لانه كون راسو براسو، درس الصحافه ولو غرافيزم ووظف هذه الدراسه ديالو في لوحاته للشيء اللي خلاه عنده واحد اللمسه خاصه. اذا ما نزيدش نطول عليكم ونخليكم تعرفوا على الفنان التشكيلي هشام الزوين. هشام الزوين فنان تشكيلي ولد مدينة الدار البيضاء. قريت الصحافة ومن بعد قريت لاغ غرافيك. كنت باغي ندرس الفن مي ما توفقتش انني ندرس في المدرسة ديال الفنون الجميلة. من بعد حاولت يعني الرغبة ديالي يعني بالفن خلاتني نقلب كيفاش نعاود نلقى شي حاجة عندها علاقة بالفن التشكيلي. من بعد بقيت كرسام وكان كانت التجربه ديال 2006 ديال اول معرض جماعي مع مجموعه ديال الشباب اللي كيدرسوا الفن. درت معهم معرض وكانت يعني حافز انني نعاود نستمر. من بعد راكبت تجربه في مجموعه ديال المعارض الوطنيه، في مشاركات مثل المشاركه في مراكش، في تيزنيت، في طنجه. في البدايات كانت زعما كيف اي واحد، كنت كنشوف شي حاجه كتعجبني كنحاول نعاود نرسمها. من بعد عرفت ان راه هذا الرسم كيتسمى ديسان دوبسيرفاسيون ولا رياليزم، كتشوف شي حاجه كتحاول تطبقها. من بعد بديت كنقلب شي حاجه اللي غنرتاح فيها ونقدر نعطي فيها اكثر، فوليت كنخدم فيغوراتيف ابستراكت يعني الواقعيه الجريديه. واشتغلت كان الاختيار ديالي هو التيمه ديال المراه. ففكرت علاش ما يكونش واحد الرساله كبر من الرسم اللي يمكن يعني الجمهور ياخذها. فمن خلال البحث ديالي على مجموعه ديال النساء اللي برزوا في مجالات متعدده في المغرب، حاولت انني نخدم على لي بورتري ديالهم بطريقه مختلفه بلا تكنيك ديالي، باش نوري يعني الجمهور الناشئ ولا الشباب الاخر انه المراه المغربيه راه مراه اللي برزات في مجموعه ديال المجالات واللي عطات بزاف، ويمكن ناخذوها كقدوه باش يمكن لينا حتى حنا من هنا المستقبل نكونوا في مناصب اللي خدتهم. ما درستش الفن، ما كنتش كنعرف بزاف ديال الادوات اللي يمكن لي نخدم بهم، فخرجت واحد لا تكنيك ديالي. هاد لي طابلو كتشوفوا كنت كنخدمو بالتيليكارت بواحد لاكارت، وهي اللي كنهزبها على بانشير وكنرسم بهاد التقنيه. الواحد يعني مشغول بالنهار مجموعه ديال الامور ديالو الشخصيه، وفي الليل كيمكن تلقى واحد الوقت لانه يناسبك ملي كتكون كترسم ضروري يعني كتسمت الموسيقى اللي كتكون كالم، دي انسترومون ميوزيكال اللي فيهم غير الاله يعني ما فيهمش شي حاجه اللي تقدر تاثر على العمل ديالك. كيف ما شفنا في الروبورتاج، هشام الزوين هو فنان عصامي، لانه ماشي كاع الفنانين كتكون عندهم الفرصه انهم يدرسوا الفن التشكيلي. واللي عجبني اكثر في هذا الفنان هو انه ما دايرش الفن باش يربح الفلوس، وانما هو دايرو باش يوصل واحد الرساله. كيف ما قال في الروبورتاج هو دايرو باش يدافع على حقوق المراه. انتم اللي كنتوا فنانين، شنو الرساله اللي تبغوا تدافعوا عليها ولا توصلوها للناس؟ حميده، نبداو بالفنانه التشكيليه حميده. انا يعني غيكون عندي بزاف ديال الرسائل، ما نقدرش نهضر على راسي لان انا ماشي فنانه تشكيليه، وانما غادي نهضر على هذا الفنان هذا. انا اللي ثار الانتباه ديالي واللي عجبني بزاف هو ان المراه كيف ما قال هي المحور ديال اللوحات ديالو. الله يرحم والدينا. الرساله اللي بغيت توصلي دابا، السيده هذه سولاتك قالت لك بغات الرساله ديالك من الفن التشكيلي، كون كنتي فنانه تشكيليه شنو توصلي؟ انا الرساله ديالي انا نخليها سر بيني وبين نفسي باش ما يسرقوش الناس الافكار ديالي. يلا ما هو انت اللي صغيتي عليها، نشوفوا الرساله ديالك. عندكم وقت بعد، عندكم وقت. عندنا الوقت. لا ما عندناش الوقت مروان. شوف الرساله ديالي اللي نبغي نوصل انا هي الحب بعضياتنا، هي السلم بيناتنا. هذه اهم رساله نقدر نوصلها، الاهميه ديال الحب في الحياه ديالنا اليوميه. اكرام،
انا ما عنديش مع الفن التشكيلي، يعني ما تكونش عندي حتى ما عندكش رساله. رساله. لا، يمكن نفس الرساله ديال المراه عموما، من الحقوق ديالها والدفاع عليها. يعني حتى انا غادي تكون عندي نفس الرساله على المراه. دونك انا اللي عندي قلوبه كيدور فيها دابا أنت- الحب أنت والتسامح. رومانسي رومانسي. نرجعوا لهشام الزوين. هشام الزوين، بغيت نقول واحد المساله اخرى، هو ان الفنانين التشكيليين كتكون عندهم واحد الطقوس في راسهم، وتا هو داير واحد الطقوس خاصه به. اولا كيف ما شفنا في الروبورتاج عنده واحد لاتولي ديالو، هذاك لاتولي هو بيت في الدار ديال والديه، الا اميناجي وردوا اتولي غلفوا كله بالجورنالات، وسد حتى الشراجم باش ما يكونش عنده حتى شي مؤثرات خارجيه. وعلق لوحات ديالو، قال من هذوك اللوحات ديالو كياخذ الالهام وكينتج لوحات فيها هي البحر لانه كيرتاح فيه. اذا نتوما شنو الاماكن نتوما اللي كترتاحوا فيها؟ لا، انا اللي كنعرف على هشام الزوين من غير هاد الطقوس هادو اللي كيدير باش كيرسم، هو انه حتى كيمشي يشارك في تظاهرات اللي كتحتفي بالمراه، من تما كيستلهم الافكار ديال اللوحات ديالو. يعني وهذا جميل اننا نشوفوا شاب وكيستلهم الافكار ديالو وكيحاول يدافع من خلال اللوحات ديالو على المراه. وهذا الشيء خصنا نشجعوه على هذه المبادره هذه. علاش كتشوف فيها هكاك؟ لان مزيان ان نلقاو شاب. احنا دائما النساء كندافعوا على بعضياتنا، مزيان ان نلقاو شاب كيدافع علينا. انت دابا لقيتي الرساله اللي كتدافعي عليها، انت دابا كتدافعي على المراه. لا، هذا قلت لك علاش كتشوف فيه؟ لان دائما انا ومروان فاش كنهضروا على المراه كيقول لي انت من مناصرات المراه. فعلا انا مروان ماشي من مناصرين دابا شنو المراه. غتردني انا بغاو يجبدوا لك الصباح. من اجل التسامح، من اجل الحب، والمراه هي امنا، هي اختنا، فعلا، هي عندك الزوجة الحق ديالنا، طبعاً. اللي بلا بها ما نسواو والو. لا خطيهم علينا. وواحد المسألة أخرى حتى هي مهمة، هو أن المطالعة مهمة في جميع المجالات، سواء الصحافة سواء الفن سواء. وهذا الشيء هو يعني استفد منه هشام، لأنه من المطالعة ومن الروايات اللي كيقرا كيقدر يترجم رواية ويردها كلوحة فنية. اذا هو فنان مثقف، يعني كيستلهم من بزاف ديال المواضيع اللوحات ديالو. شكرا بزاف على هذا الفنان اللي عرفتينا عليه اليوم.